أعزائي المشاهدين، ما زالت الأشواط مستمرة من أرضية ميدان سيح الظباء لسباقات الهجن العربية الأصيلة على هذه الإشارة المقدمة من صندوق هذا الميدان. وصلنا إلى ختام الأشواط المسافة 1500 متر. الشوط الخاص بالقعدان يحمل تحديات وإثارة وتنافس مميز في هذا الشوط بهذا الشعارات المميزة. نذهب مع مضبوط أيضا نصر بن محمد البرطماني هو في أولى المراكز، بينما المركز الثاني أرى اللي في المركز الثاني مليون حمود بن علي الهناي في ثاني المراكز. المركز الثالث من الجانب الآخر هذا شاهين وهزاع بن علي الهديوي المركز الثالث، واللي في المركز الرابع شاهين طناف بن حمود المحاربي. لكن أعود مع المركز الأول ومضبوط ما زال هو المسيطر بهذا السيطرة بهذا الأداء. نصر بن محمد البرطماني أيضا صاحب تحديات مثيرة وصاحب نقاط رئيسية. هذا القعود أيضا وعصاة مغروزة راقدة وآمنة في بطان، لكن حذاري من شاهين هزاع بن علي الهديوي أيضا له سقل مميز وانتصارات مميزة. لمن يا ترى الفوز في شوط الختام؟ ختامها مسك مع هذا الشوط مع هذا التحدي المثير. الله مضبوط، وأنت مضبوط يا مالك، مضبوط بهذا التحديات المثيرة. لكن شاهين مع هبوبة ذرى هذا شاهين هزاع بن علي الهديوي. مشكور يا أبو محمد على هذه العروض. الله شوفوا السرعة ما شاء الله. ذكروا الله على هذه النهاية الرائعة مع المركز الأول والسلالة الشاهينية والأداء الشاهيني والعروض الممتعة عند خط النهاية. هزاع بن علي الهديوي مشكور ما شاء الله. السلامات تبقى في أرضية ميدان سيح الظباء مع هذا الشعار اللي عودهم بالانتصارات، عودهم بالفوز والنهايات الرائعة ما شاء الله. شوفوا النهاية عند خط النهاية مع شاهين هزاع بن علي الهديوي. مشكور على هذا النهاية الرائعة. والتوقيت يا مخرجنا ما شاء الله، يذهب التوقيت تحت أقدام شاهين دقيقة 59 وكذلك 70 جزء من الثانية. إذن التوقيت الأفضل وختامها مسك